اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين. رمضان ما يحلاش من غير صينية الكنافة معانا. بس النهاردة هنعمل الكنافة بشكل جديد. هنعمل كنافة البابلز زي ما انتم شايفين بالشوكولاتة، وكمان هنزينها بجوز الهند والمكسرات. تابعوا معانا الفيديو وانتوا هتعرفوا ازاي عملناه. يلا نسيب الكل نشمر كده وندخل على المطبخ بتاعنا ونقول بسم الله. اول حاجة هنحتاجها عشان نعمل وصفة الكنافة بتاعتنا النهاردة هي نص كيلو من الكنافة. انا كنت حطاه في الفريزر علشان اعرف اقطعه كويس جدا ويبقى سهل معايا في التقطيع. بصوا، بمجرد ما تفركوا كده الكنافة بعد ما بتطلعيها من الفريزر بتتقطع معاكي بمنتهى السهولة. مفيش اسهل من كده. بصي، طبعا لو الكنافة بتاعتك طازة تقدري تقطعيها كده بايديكي عادي او تقطعيها بالمقص. مفيش اي مشكلة خالص ولا فيها اي حاجة هتقف قصادنا. طبعا انا هقطع كل كمية الكنافة اللي معايا. زي ما قلت لكم انا معايا نص كيلو بس من الكنافة، هو اللي هستخدمه النهاردة. بصوا بتتفرك ازاي في ايدي بمنتهى السهولة. خلاص انا كده فركتها كلها زي ما انتوا شايفين، ما خدتش معايا اي وقت. هحط بقى دلوقتي حوالي 3 معالق او معلقتين من السكر البودرة، وهقلب فيهم كده. وهحط كمان كيس فانيليا مع الكنافة، بتدي طعم للكنافة بصراحة. عظمة عظمة عظمة. هقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض علشان السكر يدخل في كل حتة في الكنافة بتاعتي. بصوا الكنافة مفرفرة ازاي معايا وجميلة. انا هنا سيحت حوالي نص كوباية من السمنة، وبرضه هحطها مع الكنافة كده وهقلب فيها عشان الكنافة ما تتكتلش معايا، وفي نفس الوقت تبقى كل واحدة او كل حتة في الكنافة وصلت لها السمنة خلاص. انا هنا جبت الصينية الواسعة دي عشان اعرف احرك في الكنافة بتاعتي واوزع كل السمنة والسكر فيها كويس جدا. هنا بقى هحضر الحشو بتاعي. عندي هنا مكسرات، طبعا المكسرات زي ما انت عاوزة. لو عايزة فول سوداني، عايزة اي نوع مكسرات انت محتاجاه او انتوا بتحبوه، وطبعا جوز هند. وحطيت هنا زبيب. التركة اللي موجودة بقى هنا، ممكن تحطي هنا شربات تقيل او تحطي معلقتين من العسل. يعني هنا كان عندي معلقتين من عسل، حطيت معلقتين كده وببدأ اقلب كل ده مع بعض. العسل بيدي طعم حلو جدا للمكسرات، وبيخليها ماسكة في جوه الكنافة، مش متفرفتة بقى كده ولا تطلع منك ولا تروح في اي حتة، عادي خالص. تمام التمام. هجيب بقى الكنافة بتاعتي ونبدأ الشغل. شايفين دي الأطفال؟ في كرة كده، في بيضة بتتباع كده، بتتفتح وبتلاقي بقى هدية وتلاقي في بونبونية جوه وحاجات كده. فأنا جبت نص البيضة اللي تحت، غسلتها كويس جدا واستخدمتها في البابلز اللي هعملها النهارده. ممكن طبعا تستخدمي المقاس اللي انت عايزاه، بس انا لقيت الحجم ده كويس جدا معايا، وبصراحة كانت سهلة جدا في الاستخدام. ممكن تعمله بالمعلقة المعيارية. الحجم بقى اللي انت محتاجاه تقدري تعملي بيه، بس هو ده التكنيك بتاعها. بصوا بحط شوية وببدأ اضغط عليهم بصباعي كويس جدا. والسمنة بقى لا بتكتل معايا ولا اي حاجة، السمنة والسكر بيخلوها تتمسك كده كويس جدا. وبحاول ان انا في القعر كده بتاعها احط شوية كنافة، وبعد ما اخلص كمان بقفلها بحبة كنافة من فوق، وبدوس عليها كويس جدا جدا بحيث ان هي تمسك كلها في بعضها، وبطلعها بمنتهى السهولة. مفيش اسهل من كده. لا استخدمت بقى بلاستيك ولا استخدمت اي حاجة. هو يدوب الكرة بتاعت البيضة اللي انا استخدمتها دي، وزي ما قلت لك اي حاجة تنفع معاكي. ممكن فنجان القهوة كمان ينفع جدا، وزي ما قلت لك المعلقة المعيارية كمان. ممكن تستخدمي المقاس اللي انت تحبيه في المعالق المعيارية المدورة، وبيطلع معاكي بمنتهى السهولة. بس كده انا بخلص كله. شكلها جديد وغير بقى الصينية اللي كل سنة متعودين نعملها، وسهلة جدا، مخدتش اي وقت بصراحة.
كده خلاص انا قربت اخلص الصينية بتاعتي. بص يا دوب انا يا دوب بدوس بحط في البتاعة المدورة دي شوية، وابدا ادوس عليهم، وبعد كده بحط المكسرات. طبعا ممكن تحشي اي حاجة انت محتاجاها، ممكن تحشي نوتيلا، ممكن تحشي شوكولاتة، ممكن تحشيها قشطة كدابة، الحشوة اللي يريحك. كده احنا خلصنا الصينية بتاعتنا. سيحت بقى معلقتين كده من السمنة. انا حطيت على الكنافة كمان هزود معلقتين من السمنة كمان كده، سيحتهم وهحطهم على وش كل واحدة عشان اتأكد ان هي وشها هيحمر وهتبقى في منتهى الجمال. بس كده تعالوا بقى عقبال ما ندخل دي الفرن نعمل الشربات بتاعنا الجميل ده. شربات الكنافة المظبوط يا ست الكل هو عبارة عن كوبايتين من السكر، ومعاهم كمان كوبايتين من المية، نص ليمونة، وكمان باكو فانيليا. بس كده. بصوا القوام بتاعه لا تقيل ولا خفيف. هنا هنحط اول كوباية من السكر، وادي الكوباية التانية، وبعدين هحط كوبايتين مية. لو عايزاه تقيل شوية ممكن تحطي كوباية ونص بس مية، لكن بصراحة القوام اللي انا عملته ده كان جميل جدا. وخدوا بالكم ان انا كمان حطيت سكر في الكنافة، فعشان ما تبقاش مسكرة قوي معاكي. حط نص الليمونة. بس نص الليمونة انا ما حطيتهوش على طول، يا دوب تبدأ في الغليان وابدأ احط نص الليمونة بتاعي. اهم حاجه في الشربات ان انتي ما تقلبيش فيه عشان ما يسكرش منك. يعني انا الشربات بتاعي ده انا ما قلبتش فيه خالص الا لما طفيت عليه وحطيت الفانيليا في الاخر، تقليبه بسيطه كده وخلاص تمام التمام. ما قلبتش فيه خالص، وبكده مش هيسكر معاكي خالص لحد ما يخلص. وعايزه اقول لكم الكميه اللي انا عملتها دي كفت الصينيه كمان، وزاد منها حاجه بسيطه جدا، يعني ما تسكرش يعني الكميه دي هتبقى مظبوطه جدا على الصينيه بتاعتك. بصوا القوام بتاعها زي ما قلت لكم، لا خفيف ولا تقيل. بس الكنافة بتاعتي الجميلة بقى كانت طلعت من الفرن خلاص، وهي سخنة والشربات بارد. هنبدأ بقى نسقي كل واحدة من البابلز دي الشربات بتاعها. بصوا تبدأ بقى تشرب بسرعة الشربات، وبتلاقيها طريت وبقت جميلة. زي ما احنا شايفين كده، حطينا أول دور، هنحط كمان دور ليها، بحيث ان هي تشرب بقى كل الكمية كده، تبقى طرية وجميلة. كده خلاص هنقدم بقى الكنافة بتاعتنا. وزي ما قلت لكم احنا ممكن نعملها بالشوكولاتة، نجيب شوكولاتة ونسيحها كده، وفي كيس الحلواني تبدأي تحطي شرايط كده على وشها. وهوريكم شكلها لان انا عملت كمان طبق بالشكل ده. بس الطبق ده انا زينته بجوز الهند، حطيت من فوق كده جوز هند كده، حاجة بسيطة. طبعا التزيين ده على حسب ذوقك وعلى حسب ما انت عاوزة، بس بصراحة كانت في منتهى الجمال. حاجة كده عظمة عظمة عظمة، وشكل جديد غير الصينية اللي احنا متعودين عليها. كل واحد بياخد قطعة في الطبق بتاعه، وبتبقى معروفة جدا، متحددة، كل واحد أخد كام قطعة وعلى حسب ما هو عايز. وشكلها كمان جميل قدام ضيوفك وفي أي عزومة. عايزة أوريكم كمان دلوقتي اللي احنا عملناها كمان بالشوكولاتة، كان شكلها في منتهى الجمال. عايزة أقول لكم الولاد الصغيرين بقوا يخطفوا الشوكولاتة، الكنافة اللي بالشوكولاتة قبل دي كمان وخلصت. بصوا احنا هنا خلاص زوقناها، وكانت عايزة اقول لكم طرية جدا، طرية جدا وجميلة جدا، كان طعمها عظمة عظمة عظمة. دلوقتي هوريكم بقى اللي بالشوكولاتة اللي عجبتني انا كمان شخصيا. بصوا زي ما قلت لكم كل واحد بياخد القطعة في الطبق بتاعه، وبياكل زي ما هو عايز. الحشو بتاعها اهو من جوه، وعلى فكرة كانت طرية وجميلة جدا. ودي اللي بالشوكولاتة، وزوقناها كمان كده بحبة بسكوت من المدور ده، كان لونه ذهبي، حلو قوي. وزي ما قلت لك يا ست الكل،
التزويق ده بيبقى طبعا انت ذوقك وعلى حسب ما انت عاوزة. بس كده عملنا شكل جديد للكنافة، جميل جدا و... ويشرفك في العزومة بتاعتك وقدام ضيوفك، وحاجة كده زي الفل، وما خدتش اي وقت خالص، وهتضمني نجاح الكنافة معاكي على طول. اذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وكل سنة وانتم طيبين.